السلام عليكم، معكم عبد الرحمن ابراهيم. الفيديو ده مختلف جدا عن باقي الفيديوهات على القناة، بمعنى انا كاتب عنوان الفيديو كيفية الحصول على اي منحة، ولكن الحلو جدا في الكوميونتي اللي معانا النهاردة. طب اولا كده قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما يعرفش يعني ايه كوميونتي عموما، يعني الموضوع بكل بساطة عبارة عن ان مجموعة من الناس عندهم علم كبير جدا جدا بالمنح وكل الفرص المتاحة في كل وقت، فبيساعدونا علشان نعرف ناخد الفرصة اللي تناسبنا، إن كانت منح أو كورسات أو برامج أو كامبات أو سيشنات، أي حاجة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين كل الحاجات دي مجانا، مش هتضطر لدفع أي جنيه. وطبعا دي مجموعات على الواتس، وطبعا هسيب لحضراتكم كل اللينكات في أول تعليق وفي الوصف الفيديو، وهتلاقي كام فيديو في الوصف برضو عن كذا كوميونتي هيساعدوك مجانا في الحصول على اي منحة او كورس او برامج او سيشن وكل الحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي، فيديوهات على القناة يعني. المهم بالنسبة للكوميونتي اللي معانا النهاردة، هو عبارة عن 4 مجموعات بس، ولكن العدد المجموعات مش مهم، الاهم الفاليو. وطبعا حضراتكم عارفين ان انا ما بنزلش اي كوميونتي الا لما بجربه وبعرف هو شغال ازاي الاول، ومن تجربتي المتواضعة جدا انا شايفه احسن كوميونتي كفرص ومنح وكامبات وكمان اشخاص، لانهم بيحاولوا يساعدونا بكل اللي احنا عايزينه، وكمان هم فاتحين الشات، يعني هتقدر تكتب الفرصة اللي انت عايزها وهم هيبعتوها لك. وكمان لو عايز تعمل ماركتنج لأي كوميونتي تاني هتقدر، لأنهم سامحين بالتسويق داخل المجاميع دي، واللي متطوع مع كوميونتي هيفهمني. المهم اسم الكوميونتي اللي معانا النهارده BLAB، واول مجموعه معانا داخل الكوميونتي ده اسمها اسك BLAB، يعني اسأل اي سؤال زي ما قلت من شويه لحضراتكم، اي حاجه عايزها هتلاقيها داخل الكوميونتي ده. فالمجموعه دي هتساعدك انك تسألهم عن اي فرصه انت عايزها ايا كانت هي ايه او فين، بلس لانهم كمان بينزلوا كل الفرص اللي بتبقى متاحة ومفتوحة دلوقتي، فحتى لو انت مش عارف انت عايز ايه هم برضو هيساعدوك وهتفهم وتعرف اني فرصة انسب لك. المهم بس اسعى وحاول تعرف الفرص علشان تعرف تختار صح وتعرف اني فرصة انسب لك، لان الفرص كتيرة جدا جدا ومن كترها بتتشتت وما بتعرفش اني فرصة انسب لك، فهم هيساعدوك انك تعرف الفرصة اللي على مقاسك. ده طبعا بالنسبة لأول مجموعة معانا. تاني مجموعة معانا وهي BLAB1. هتقول لي ايه ده؟ يعني الكوميونتي اسمه BLAB وكمان المجموعة اسمها BLAB؟ الإجابة بكل بساطة أغلب الكوميونيتيز بتعمل الموضوع ده، إنهم يخلوا اسم مجموعة داخل الكوميونتي نفس اسم الكوميونتي، لأنهم بيحاولوا ينزلوا داخل المجاميع اللي هي بتبقى على نفس اسم الكوميونتي، بيحاولوا يخليهم ميكس بين كل الفرص والبرامج والسيشنات والكامبات والتدريبات والمنح وكل الليلة دي اللي هي بتبقى متاحة في الوقت اللي احنا موجودين فيه ايا كان بقى. بكل بساطة هم بيبقوا مسميين على نفس اسم الكوميونتي عشان السبب ده، يعني كل مجموعة لها اسم ولها تخصص معين، فلو الكوميونتي عايز يعمل مجموعة ينزل فيها كل الفرص بيعمل كده علشان ما يتعبش نفسه ويعمل مجاميع كتيرة وكل مجموعة باسم والليلة دي، فالموضوع كده هيبقى صعب وكمان عايز مساحة على التليفون كبيرة جدا، فهم بيختصروا وقت ومساحة وانت المستفاد في كلتا الحالتين يعني. المهم المجموعة دي هتساعدك لو عايز تعرف فرصة معينة، وكمان لو انت تايه ومش عارف اني فرصة انسب لك برضه هيساعدوك انك تعرف كل الفرص وانسب فرصة ليك، وكل ده داخل مجموعة واحدة وكمان مجانا ومن البيت. تالت مجموعة معانا والأخيرة وهي BLAB2. هتقول لي ايه ده؟ يعني الكوميونتي اسمه BLAB وداخله مجموعة اسمها BLAB1 وكمان مجموعة BLAB2. هقول لك أول حاجة طبعا انت مش محتاج شرح، ايوه زي ما انت فاهم نفس الموضوع تماما، ولكن هنا بقى النقطة المهمة جدا جدا اللي بتلخبط ناس كتير او اللي ناس كتيرة بتفهمها غلط يعني، وهي ليه مجموعتين مش مجموعة واحدة. هقولك بكل بساطة علشان هما بيقسموا الفرص على المجموعتين، بمعنى كمثال يعني المجموعة الأولى منح سنوي وجامعات وكامبات وتدريبات وشغل مثلا، وفي المقابل المجموعة التانية اللي هي BLAB2 بينزلوا سيشنات وكورسات وبرامج، فبيحاولوا انهم يعملوا بالانس بين المجموعتين عشان الفرص كلها ما تدخلش في بعض وانت مش هتفهم حاجة وهم هيتشتتوا ويتلخبطوا، فهم بيحاولوا ينظموا ويعملوا توازن بين المجاميع. وبس كده، كان كوميونتي حلو جدا ولطيف. شوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبوا لي في التعليقات، وطبعا هسيب لحضراتكم كل اللينكات في اول تعليق وفي الوصف. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.